الزمالك فلس، وايه الجديد يا كابتن؟ ايه الجديد والله؟ يعني ايه الغريب في اللي احنا قاعدين بنسمعه؟ الناس متفاجئه ليه ان الزمالك بيفلس، ولا الزمالك المفروض يفلس، ولا ان مصيره في يوم من الايام هيبقى شبه مصير الاسماعيلي؟ انت ليه مستغرب؟ انت ليه والله مستغرب بجد؟ انا مش مستغرب خالص. ما هو ده الطبيعي والمنطقي لان انا اتفرج عليه. للسنين اللي فاتت، يعني من 2005 و2004 ل 20 سنه اللي فاتوا دول كنا بنتفرج على كابتن ممدوح عباس. العب كابتن ممدوح عباس بيتخانق مع كابتن مرتضى منصور، وده مجلس ممدوح عباس وده مجلس مرتضى منصور. لو عايز تجيب عيب على حد هات عيب على الناخبين في الاعضاء اللي جوه النادي اللي عمالين كل شويه مزودين خناقه ما بين اتنين. احنا مش فاهمين الخناقه دي عندهم ايه فكرتها، يعني ايه الفكره يا كابتن من الخناقه دي؟ ما احناش فاهمين، يعني احنا قاعدين 20 سنه مش فاهمين الخناقه دي بتدور فين. طب ايه يا كابتن تاني؟ ما هو كل واحد من الاتنين بيجي يعلي على اللي قبله. يا ممدوح عباس عايزين نشتري لعيبه جامده ولاعيبه تقيله عشان النادي يتقال عليه ان انا احسن واحد جيت النادي، او الاداره بتاعتي هي احسن اداره، ولا انا ممسك كابتن حسين لبيب فنبعت نجيب لعيبه بفلوس واحنا مش لاقيين ناكل، مش لاقيين الزلط. المفروض نخرج من الناشئين، لا ما نخرجش من الناشئين، هنروح نشتري لعيبه بفلوس ونتقاضي في المحاكم، والحق روح حد يدفع عليك، والحق مش عارف مين بيقاضيك، والحق المفروض تدفع كذا، والحق قيد يتقفل. طب ما ده منطقي، ما هو ما تبقاش لا مؤاخذه عريان وتحب التأميز، معلش بعد اذنك يعني. يعني ما حدش يتفاجئ يا جدعان، والله انا شايف ان الموضوع طبيعي جدا ان ده اللي ممكن يحصل، وان ده القلم المنطقي اللي المفروض ياخدوا الادارتين دول. يعني انا كواحد زملكاوي انا لا عاجبني اداره ممدوح عباس او حسين لبيب او ايا يكن فيهم، يعني تحت اي مسمى، او الاداره التانيه بتاعت مرتضى منصور هي نفس الفكره بالظبط. دلوقتي احنا بنتكلم على ان تدخل الدوله لانقاذ نادي الزمالك، وانت عندك بقى طبعا كل حاجه فرقعت بقى اخوان قلبنا. طبعا الراجل لسه جاي لك بقى له 3 4 ايام بيقول لك انا عايز افسخ، بنتايك نفس الكلام عايز افسخ، بيشكو بنز عايز افسخ. ده طبيعي. وانت ليه مفكر ان ده حاجه مش منطقيه؟ عايز حل يبقى ناس محترمه تمسك النادي بس، لا اكتر ولا اقل، وتعرف ان هي على قد الحافها دلوقتي تمد رجليها لحد ما تعمل فلوس وتجيب فلوس بعد كده وتكسب. غير كده اشتغالات وما توجعوش دماغنا كتير.